النهاردة معانا أكلة من أكلات زمان، أكلات أمهاتنا وأجدادنا. هنعمل الرشطة بالعسل. وإزاي الرشطة تكون معاكي مفلفلة وما تتعجنش منك. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هنعمل معاكم النهاردة الرشطة بالعسل، وممكن تعمليها باللبن. وازاي نحمصها في الفرن، تابعينا لاخر الفيديو. هنشوف مع بعض طريقة التسوية. انا هسوي الرشطة اللي معايا زي المخروطة او القدوسية، هنسويها على البخار وبعدين هنحمصها في الفرن. اللي يعرف الاكلة دي يكتب لنا في التعليقات. هنجهز المية، ومعانا المصفى اللي هنسوي فيها الرشطة اللي معانا. لو المصفى بتخرج البخار، ممكن بتجيبي قطعة من العجينة وبتلفيها تحت المصفى علشان تضمني ان البخار ما يخرجش من الحلة، والبخار يطلع ويسوي الرشطة على طول. ومعانا قطعة من القماش او الشاش الابيض، وعجينة الرشطة زي المخروطة بتتعجن بدقيق ومية بس، والملح على حسب كمية الدقيق اللي هتعجنيها. بجيب قطعة من العجينة وبنفردها زي المخروطة بالظبط. بفرد العجينة لحد ما تملى الطبلية اللي معايا او السطح اللي معايا، سواء طبلية او رخامة. وبفرد بالشكل ده من جوه لبره براحة ايدك لحد ما العجينة تتفرد معاكي وتملى المكان كله. وبنرش كل شوية دقيق علشان ما تلزقش منك. شايفين طريقة الفرد؟ برش دقيق وبنفرد لحد ما العجينة تتفرد معانا، وبعدين بنلفها وبنخرجها من العصاية اللي معانا او العود اللي معانا او المردانة، وبنقطعها. وبيكون معاكي حد تاني بيخرطها في مكنة المخروطة، بس احنا هنستخدم الناحية العريضة. بنفرد كمان فطيرة علشان نشوف مع بعض طريقة الفرد. وممكن تستخدمي مكنة المخروطة نفسها في فرد العجينة، بس الطريقة دي بتكون أسهل وبتنجز معاك بسرعة. بفرد في الرقاق بالشكل ده لحد ما تتفرد معانا وتملى السطح اللي معانا كله. وبعدين بنقطعها بالسكينة وبنخرطها في مكنة المخروطة. بترش دقيق علشان ما يلزقش منك. شايفين الناحية اللي هنستخدمها في المكنة، الناحية العريضة بتنزل معاكي عريضة بالشكل ده زي المكرونة. شايفين الخرطة جميلة ازاي؟ وبحطها في صينية لحد ما نخلص الرقاقة اللي معانا كلها. بعد ما بنخرط الرقاقة كلها اللي فردناها وبنحطها في صينية، وعلشان تضمني انها ما تتعجنش منك بتضيفي عليها رشة من الدقيق، وبعدين هنسويها على البخار. بنفرفرها بايدينا وبضيف رشة من الدقيق، وبايدينا بنقلبها بالراحة خالص، وبعدين بنسويها على البخار
ولازم المية تكون بتغلي والبخار بيخرج منها. بضيف الرشطة كلها اللي خرطناها، وبنغطيها بالقماشة، وبعدين بغطيها بفوطة تانية وبنسيبها لحد ما تستوي. طبعا زمان كانوا بينشفوا الرشطة في الفرن، لكن احنا هنسويها الاول على البخار، وبعدين هنحمصها تحت الشواية وننشفها تحت الشواية او في الفرن. بعد ما الرشطة استوت معانا، شايفين مفرفرة وجميلة، مش متعجنة خالص. بنقلبها بالراحة كده بالشوكة، لكن لو لسه عجين ما بتجيش عندها خالص لحد ما تستوي. لكن لو لقيتيها استوت بنقلبها بالشوكة بالشكل ده. ولو هتحطي عليها رشطة كمان، بعد ما بتقلبيها كويس خالص بتضيفي الرشطة النية عليها علشان تستوي، وبنغطيها لحد ما تستوي، وبنكرر بالشكل ده لحد ما نخلص الكمية اللي معانا كلها. لكن لو مش هتسويها على البخار، بعد ما بتخرطيها على طول من المكنة بتفرديها في الصيجان وبتحمصيها في الفرن. بس الطريقة دي بتكون جميلة. انا الاول بسويها على البخار وبعدين بفردها في الصيجان وبنحمصها في الفرن، فبتكون جميلة جدا. شايفين الرشطة اللي معانا مش متعجنة خالص. وخلاص كده الحطة دي استوت معانا. ممكن تشيليها وممكن تضيفي عليها حطة كمان. هنا هناخد حبة وهنلفهم بالشكل ده. لو لقيتيها عجينة بتكون لسه محتاجة سوا، وبتسيبيها شوية على البخار علشان تستوي. اما لو لقيتيها اتفردت معاكي فبتكون خلاص استوت. بعد ما سويناها على البخار بنفردها في الصيجان بالشكل ده، وبتحمصيها في الفرن او تحت الشواية، وبتقلبيها كل شوية لحد ما تتحمص معاك كويس جدا وتنشف وتكون جميلة. هنسوي شوية بالعسل. معايا هنا مية بضيف عليها رشة من الملح، وبضيف كوباية من العسل الاسود وبسيبهم يغلوا، وبضيف كمان معلقة من السمنة البلدي وبستنى لحد ما يغلي معايا. ولو العسل قليل ممكن تضيفي سكر. وبعد ما العسل يغلي بنضيف الرشطة اللي حمصناها. وفي ناس بعد ما بتخرطها على طول من المكنة والعسل يغلي بتضيف عليه الرشطة على طول. احنا بنحمص الرشطة علشان تقعد معانا فترة اطول، والطريقتين بيكونوا اجمل من بعض. طبعا عندنا في الصعيد بيعملوا الأكلة الجميلة دي للست بعد وضع الحمل، علشان كلها عسل وبتتاكل سخنة، فبتكون جميلة وبيكون فيها كمان سمنة بلدي، فبتكون أكلة جميلة جدا. شايفين الرشطة المحمصة ما شاء الله جميلة، ومش بتكتري من الرشطة علشان لسه هتتقل بعد ما تستوي. أكلة جميلة ومغذية لو عملتيها لأولادك. شايفين الرشطة وجمالها. بعد ما بتستوي بتغرفيها وبيكون فيها عسل، وبتقدميها وبألف هنا. ودي كانت وصفة النهاردة وأكلة النهاردة. أكلة تمشي معاكي في الفطار، بتكون جميلة جدا لأولادك. وده كان فيديو النهاردة، وصفة النهاردة، بتمنى تكون عجبتكم. لو تعرفي الأكلة دي ما تنسيش تكتبي لنا في التعليقات وتقولي لنا رأيك.
واستنونا في فيديوهات تانية وصفات تانية بمشيئة الله، وفي حفظ الله ورعايته.